منذ أن انتقلت إلى شقتي الجديدة، وأنا أشعر أن هناك شيئا غير طبيعي في المكان. العمارة قديمة والجدران متشققة، والممرات دائما رطبة وباردة، ومع ذلك لم أمانع، فالإيجار كان رخيصا والحي هادئا. أكثر ما شد انتباهي في الشقة كان المرآة الكبيرة في غرفة النوم، مثبتة في الحائط وكأنها جزء من الجدار، قديمة بإطار أسود غامق مليء بنقوش لا أفهمها. أعجبتني في البداية، فهي تجعل الغرفة تبدو أوسع، ولم أفكر كثيرا في مصدرها أو في من تركها هناك. في الليلة الأولى وأنا على وشك النوم، رأيت شيئا جعلني أرتجف. كنت ممددا على السرير بعينين نصف مغمضتين من التعب، لكن انعكاسي في المرآة كان يحدق في مباشرة بعينين مفتوحتين تماما. جمدت مكاني وأنا أحدق في الزجاج، ثم أقنعت نفسي أنني أتخيل، وأن الأمر بسبب الإرهاق. لكن الأمر تكرر في الليالي التالية، بل أصبح أسوأ. أحيانا أراه يبتسم بينما وجهي جامد، وأحيانا يحرك رأسه ببطء وكأنه ينصت إلى أصوات لا أسمعها. والأسوأ من ذلك، أراه يحرك شفتيه هامسا بكلمات لا أسمعها، لكنه يكررها بإصرار وكأنه يريد أن أفهم. بعد أيام بدأت أسمع أصواتا خافتة في الليل، طرقات خفيفة على سطح المرآة، كأن شيئا ما يحاول أن يخرج، لكنها تتوقف بمجرد أن أقترب. أحيانا أستيقظ لأجد الزجاج مغطى بطبقة من الضباب مع أن الغرفة باردة، وأحيانا أرى آثار أصابع واضحة على السطح من الداخل. في إحدى الليالي استيقظت مفزوعا على صوت أنفاس قريبة جدا من أذني. التفت بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد. حين نظرت إلى المرآة تجمدت عروقي. لم أرى نفسي نائما كما هو المفترض، بل رأيت انعكاسي واقفا عند حافة السرير يراقبني بابتسامة بطيئة، بينما أنا ما زلت مستلقيا في الواقع. اقتربت ببطء من الزجاج ورفعت يدي. شعرت بدفء نابض على سطح المرآة، دفء يشبه الجلد الحي. وفجأة سمعت ضحكة مكتومة غريبة، ليست صوتي إطلاقا. منذ تلك الليلة لم أعد أنام بسلام. كلما أغمضت عيني أراه يتحرك في داخلي، يتقدم خطوة، يقترب أكثر فأكثر من حافة المرآة. أحيانا أراه يرفع يده وكأنه يطرق من الداخل بعنف، وأسمع صوت الطرقات تتردد في الغرفة. صرت أبتعد عن غرفة النوم، أنام على الأريكة في الصالة، لكن حتى هناك أشعر بوجوده. أحلم أن المرآة انتقلت إلى الجدار المقابل، وأن انعكاسي يجلس على الأريكة مكاني ويبتسم. بدأت أفقد السيطرة على نفسي، أضحك فجأة دون سبب، أتكلم مع نفسي بصوت مرتفع، وأحيانا أشعر أنني لا أتحكم في جسدي، وكأن هناك من يشاركني السيطرة علي. وجهي أصبح شاحبا، وعيناي ضعيفتان، لكن في المرآة مختلفة، مفعمة بالحياة. أبتسم بفضل، ذات ليلة استيقظت لأجد المرآة من داخل.